لو بتربي اقل من 10,000 فرخ يبقى انت من صغار المربيين، والحلقه دي ليك. انا لازم اطلع اقول الكلمتين دول عشان في لعبه وسخه بتحصل في السوق، وفي يعتبر اشك ان هي مؤامره على صغار المربيين، لان هي بتحصل كل سنه في نفس الميعاد في ظل ظروف الحر الشديد. من فتره قريبه كده شفت فيديو لمربي تقريبا كبير صاحب محطه وسمسار من الناس اللي بتتحكم في السوق، فالمربي الكبير ده بيقول له نزل السوق ل55 وال50، خلي صغار المربيين يخرجوا من الملعب يطلعوا بره السوق. فالسمسار بيقول له ايه؟ بيقول له طيب انا قادر انزل فيه، انزلها ل55 وبايدي اعمل كده. قال له نزل ل55، خلي صغار المربيين يسيبوها. صغار المربين دول الناس اللي بتربي 200 و300 و400 و500 و1000 و2000، ده من ضمن صغار المربيين. واحد زي حالاتي كده بيربي 200 فرخ، هو راس ماله وهو مصدر يعتبر اكل عيشه، مفيش مهنه تاني في ايده غيرها. فلما تخرج صغار المربيين من السوق، لو في ناس كتير شبهي، انا بتكلم انا بلسان اللي زيي، ناس كتير هو ده راس مالها، هو ده شغلها. فلما تخرجوا ما يشتغلوا في ايه تاني؟ يطلع يبيع مخدرات، يطلع يسرق. شغل المعمار يا ريته مكفي ويا ريته فيه اصلا، يا ريته دايم يا ريته مستمر. شغل الشركات يا ريته دايم ويا ريته مستمر. واجراءات الورق بقت مقرفه، ورق كتير وغلطه ولا التانيه يمشوه بره السوق. لما الواحد يكون عنده مصدر دخل ليه تخرجه بره السوق؟ ليه تنزل السوق وتخليه يخسر؟ حضرتك لما تكون دورتك فيها 60 مليون جنيه مكسب ولا 40 مليون جنيه مكسب، وجات لك دوره كسبت فيها بسبب المربين صغيرين 30 مليون ولا 20 مليون، ايه يا عم؟ هتنهب في السوق. البورصه تحسها ان هي بتنزل بشكل متعمد في ظل ظروف الحر. المفروض في الحر زي كده الناس اللي بتربي قليل، ويعني الناس اللي بتربي خوفا من الحر بيكونوا قليلين، لان الحر زي ما احنا عارفين ليه مشاكل. فمين اللي بيربي؟ المربي المجتهد اللي بيعرف يتعامل في ظل ظروف الحر، ويعتبر هو ده اللي مستهدف. لما يكون مربي وتعب في الدوره وقعد 40 يوم وقدر يتخطى مشاكل الحر، ويجي يلاقي البورصه 60 فيما تحت و61 و62، منهم اللي هيحبط ومنهم اللي هيخسر من راس ماله. فلازم ولابد هيطلع بره المجال، وهي دي المؤامره. الهدف يا صديقي ان هم يطردونا بره السوق بطريقه غير مباشره، الا وهي، ركز معايا بقى للنقطه اللي جايه دي. لما دوره ننزل لك البورصه، دوره تكسب فيها، ودوره تلم حقك، ودوره تخسر فيها. الدوره اللي هتكسب فيها لما تطلع مع كبار السوق، كبار المزارع، الناس اللي معاها محطات. والدوره اللي هتلم حقك فيها اللي هي لما تكون في اواخر الدوره. والدوره اللي هتخسر فيها هتكون في اشهر الحر زي كده، يستهدفوك. هم يسكنوا دلوقتي في الوقت اللي انت هتطلع فيه. انت عارف ايه الهدف لما يطردونا من السوق لصغار مربيين؟ هيعود عليه بايه؟ ان هو كسمسار كبير بدل ما يمشي يلملم من الناس، لا، هيبقى عنده محطه واحده ومتفق هو وصاحبها ان هو يعمل حاجه اسمها تعطيش للسوق. بمعنى لما يكون مثلا 4-5 سماسره، كل سمسار مثلا في ايده 5 محطات، لما يتحدوا مع بعض ويتفقوا مع بعض هيعملوا حاجه اسمها تعطيش للسوق. ايه هو تعطيش السوق يا ابو انس؟ انا كمحطه هنتفق ننظم دوراتنا كالاتي: انا هسكن وده بعد ب5 ايام، وده بعد ب3 ايام، وده بعد بيومين، وهكذا. اما اجي اطلع، انا اللي هطلع لوحدي، وهطلع تدريجي. اللي هو ايه؟ مش هطلع المحطه مره واحده، لا، ده انا هقسمهم على 5 مرات او 6 مرات، يعني اطول في الدوره بتاعتي، بحيث ان السوق ما يكونش شبعان، ما يكونش فيه عرض. ما لو المحطات كلها طلعت مره واحده، البورصه هتنزل زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. هتنزل لما يكون في محطات كتير بتطلع في الوقت ده، هيكون في عرض ومفيش، العرض هيكون اكبر من الطلب، فهتلاقي السعر نزل. فبيعملوا ايه بقى لو مفيش صغار مربين؟ لو خرجوا صغار مربين بره، يتفقوا مع بعض: انا اطلع الاول مثلا، واطلع على 5-6 مرات، كل مره ادي نسبه يعني ما طلعش فراخ مره واحده والمحطات تطلع مره واحده، لا، نطلع بنسب، بحيث يحصل تعطيش للسوق. يكون الفراخ اللي بتتقدم قليله وما بيطلعش فراخه مره واحده، لا، بيطلع جزء 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 جزء، فبيكون العرض قليل، الطلب بيزيد، الفراخ بتعلى. طبعا السماسرة الكبار لما بيلاقوا صغار المربيين بدأوا يظهروا، بدأوا يكتروا، بيعملوا ايه؟ هوب، يروحوا منيمين البورصة. المربي الكبير طبعا بيبقى منسقين بقى مع المربين الكبار: عطشوا السوق، وقفوا فراخكم، خلي صغار المربين يطلعوا منها.
تلاقي كل صغار المربيين بيطلعوا فراخهم مره واحده، واللي بيتحكم في البورصه هو اللي بينزلها. يوم ما يجي واحد من الكبار يطلع العنبر بتاعه يروح رافع له البورصه. اللي من حسن حظه بقى بيطلع في الوقت ده هو اللي هيرزق، هو اللي هيكسب. لكن طول ما فيش حد من اللي تبعه، طول ما فيش حد من المزارع الكبيره بتطلع فراخ، البورصه بتنام. المفروض دي محطه، يعني ما فيش عرض، يعني ما فيش عرض فراخ، العرض قليل اقل من الطلب. لا، ده بيستناهم بقى براحتهم كده لما يخلصوا دوراتهم على خير ويبتدي يرفع في السوق. خساره ورا خساره، ناس هتحبط وتطلع بره السوق، ناس هتقول لك الموضوع اصلا فاشل، ناس هتسمع بس من الناس اليوتيوبر او الناس اللي عندها محتوى فراخ. لما تلاقي ان البورصه نايمه وان المربي ما كسبش او يا دوبك لم حقه، هيحبط، مش هيكون في دعم، فالسوق هيفضى لكبار المربيين. يبتدوا بقى ينسقوا مع السماسره ويعملوا تعطيش ويرفعوا في البورصه، هتغلى عليك يا مستهلك، والمربي اللي هيبقى نازل صغير هياكلوه بمعنى الكلمه. فلما ينزل لك البورصه في وقت حر زي كده، الناس اللي عندها فراخ خايفه من الحر، والناس اللي اكلت العلف بتاعها ما عادش تجيب علف تاني، ومحدش عارف يطول الدوره بسبب ارتفاع درجه الحراره، الناس اللي مش مجهزه المكان بالكامل. فلما بينزل لك البورصه غصب عنك بتبيع، ما انت عايز يا فراخك تموت يا تبيع بالبورصه رخيص. فلما تبيع تلاقي الموضوع مش جايب همه، حصل تاثير منك في البيت بتضطر تسيب المجال وتطلع شغل، حصل الملعب فضلوا كبار المربيين يلا بقى الكيلو يرفع ل 100 وال 105 وال 110 وال 90 زي ما بنشوف. احنا عايزين السوق يكون عادل، وعشان نخلي السوق عادل لازم نعمل الآتي. انا جايب لك الحل، والحل مش هينجح الا لازم كلنا كصغار مربيين نتحد وننفذه مع بعض. مش هنفذه لوحدي، لازم ننفذه مع بعض، وما نفذناهوش مع بعض هنبقى لقمه سهله لاي سمسار لاي نصاب. الخطه ببساطه، كل صغار المربيين في وقت حر زي كده ابدا بيع من، لو بتربي بطاريات ابدا بيع من الدور اللي فوق زي ما انا ما عملت في الدوره بتاعت اللي فاتت. ابدا طلع 10 فراخ، لو انت بتربي مثلا 100 200 300 طلع 10 ب 10 15 ب 15 20 ب 20 كل يوم. طلع اهالي، ما تنزلش لمحلات، طلع علي خلي يكون في طلب في السوق، وطلع على قد ما تقدر. لو هتطلع لمحل اخره ياخد منك 40 فرخه، لو بتربي مثلا عدد 200 300 اخره 40 فرخه، عدد اقل من كده هتقدر تطلعه اهالي. اعمل تعطيش للسوق، لازم كل صغار المربيين يعملوا كده. لما تطلع اقل جزء عندك من الفراخ، لو وليكن بتربي 200، لما تطلع 10 فراخ ب 10 فراخ اللي هو بنسبه 5% ب 5%، انا بعمل كده وده بيعمل كده وده بيعمل كده وده بيعمل كده، اصبح كده العرض هيقل، وفراخك عندك علفك عندك دينتك بتطلع الكبيره المحمله اللي هتخاف عليها اللي ممكن تتقلب من الحر. هنبدا نطلع الفراخ الكبيره و5 ب5 10 ب10 15 ب15 حسب النسبه اللي عندك، ونطلع بالراحه بحيث ان يكون العرض قليل فالطلب هيكون اقل من الطلب، هيبدا البورصه يرفع. يبقى احنا كده عملنا بورصتنا بايدنا، لان هو بلسانه بيقدر يتحكم بالبورصه، البورصه بكذا، واخد بالك؟ فلما احنا نعمل عجز في السوق، مش عجز اللي هو لا هتبقى 10 ب 10، كل صغار المربين ينفذوا الفكره دي، 10 ب 10 5 ب 5 15 ب 15، العرض هيكون اقل من الطلب فالطلب هيزيد. فلما التجار يطلبوا من السماسره، لما بتوع المحلات يطلبوا من السماسره او من التجار فراخ ومفيش فراخ في السوق، السمسار لو مفيش محطات بتطلع هيضطر ياخد منك كصغار مربيين. انت بتطلع 5 ب 5 ب 10 ب 10، غصب عنه هيرفع السوق، غصب عنه هيرفع السوق. ساعتها لما انت تكون مدخلاتك كتيره وطلع لك هامش ربح على الاقل خالص يمشي لك بيتك اكل وشرب، لو على الاقل خالص الدوره لو لمت حقها يكون فيها هامش ربح، بحيث ان انت تكون عوضت 40 يوم تعب جنب الفراخ. فغصب عنهم لو نفذنا الفكره دي، غصب عنهم البورصه ترفع وهيكون في عدل في السوق. فمش هيتم كده الا لازم نكون ايد واحده. فبطالب وبناشد اي حد مربي من صغار المربين اللي هو تحت 10000 ينضم عندنا في الجروب. انا عندي جروب دعم وارشاد المربي، وفي واحد محترم من الجروب عندي اسمه كنت عمل جروب بيضم فيه كل المربين اللي بتربي برضه، بحيث ان نتابع مع بعض اي حد بيطلع نفهمه يعمل ازاي، هفهمك تربي ازاي في اقل وقت، تاخد اعلى وزن باقل تكلفه ادويه، بحيث ما تنصبش عليك برضه من الدكاتره البيطريين او بتوع المكاتب الادويه. فان شاء الله دعم وارشاد المربي في كل المجالات. شارك معنا وانضم في الجروب وخد النصائح يوميه، ولازم نكون ايد واحده. واقول لك على حاجه كمان، لو جه في بالك دلوقتي
الله ينور عليك يا ابو انس، الفكره دي لو اتنفذت فعلا هتجيب ويبقى السوق عادل اهو. انا هستنى اشوف بقى ابو انس هيعمل ايه والناس اللي متابعاه. لو كل واحد قال نفسه البقين بتوعك اصبح كده مفيش حد يعمل الفكره. لو مفكر انت تطلع فراخك مره واحده وتستنى بقى لما احنا نشتغل على الفكره والسوق يرفع بعد كده انت تربي وتكسب، لو كله هيفكر بنفس الاسلوب. فلازم تبدا بنفسك، لازم تطلع 10 ب 10 15 ب 15. لو ما جابتش معاها هجمه، لو ما جابتش همه معاك اسمك عامل تعطيش للسوق. اخواتك برضو بيعملوا نفس الموضوع وهنفضل مستمرين. لو ما جابتش همه معاك الدوره دي بسبب ان الموضوع لسه جديد، العجله هتدور وهتجيلك في الدوره الثانيه وهتكسب وهتعوض. بس تفضل مستمر على النغمه دي، ما تطلعش فراخك مره واحده، ما نعملش العرض يكون اكتر من الطلب. طلع 10 ب 10 5 ب 5 على قد العدد اللي عندك وما تستناش لما احنا ننفذ. ابدا بنفسك. لو كل واحد بدأ بنفسه ونفذ الموضوع ده، لو ما جابتش معاك الدوره اهو، ما جابتش معاك الدوره دي هستمر فيها، بس العجله هتدور والدنيا تظبط لو كلنا فكرنا واحد رأينا واحد. انضم وشارك معانا في الجروب وساهم، وخد يوميا دعم مجانا، دعم في التربيه. عندك مشكله بنحلها، احنا في رباط مسلم ومسيحي. انا معايا في الجروب شخص مسيحي علق علم من اعلام الدواجن اسمه مينا. الراجل ده محترم بشكل لا يوصف، بيساعد ناس باعداد مهوله. معايا باشمهندس مصطفى، معايا استاذ مينا، ومعانا دكتور شحاته، معانا ناس دكاتره ومهندسين وخبره هيساعدوك. اي مشكله عندك اكتبها. وده اللي يدل على حاجه واحده، ان احنا في رباط بغض النظر عن اختلاف الاديان. لكن زي ما ربنا ما قال او النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا في رباط الى يوم الدين بغض النظر عن اختلاف الاديان. بس احنا ولازم نكمل الرباط ده ونكون ايد واحده قصاد السماسره، بحيث ان ما نسيبهمش يلعبوا بعقولنا، ينزلوا لنا السعر وانت زي الغلبان تبيع على طول. زي ما بيعطش السوق عطش السوق، ما تطلعش فراخك مره واحده. زي ما بيطلعوش محطاتهم مره واحده، ما تطلعش محطتك دي مره واحده. ده عنبر صغير، دي بطاريتين انا مسميها محطه لانها تبقى محطه، بس عمره ما يبقى عنبر ولا عمره تبقى محطه طول ما هم مش سايبينك تتنفس. لكن لو نفذت الموضوع ده وحصل عدل في السوق، هتكبر وهتتقدم وهتتطور، والبطاريه هيبقوا 2 والاتنين هيبقوا 4 والاربعه هيبقوا 5 لحد ما يبقى عندك محطه. ساعتها السوق هيبقى عادل غصب عن اي حد. لكن هم مش عايزينك يبقى عندك محطه، عايزين يبقى هم محطاتهم بس بتاعتهم هم بس، يعطشوا في السوق، يلعبوا في السوق، يعملوا اللي هم عايزينه. الموضوع انا عارف الا الله وحسب الله ونعم الوكيل. فما تخليش حد يضحك عليك. مش معنى ان السوق واقع يبقى لازم تخسر، لا. ادي ضربه كده للسمسار، عرفوا ان في ناس فاهمه. طلع 10 ب 10، ما تطلعش فراخك مره واحده. عطش، مش هو بيعطش، عطش انت كمان. انا ما بقولكش احنا عايزين البورصه تبقى 100، بس على الاقل خلص المدخلات اللي احنا دخلناها للفرخ من علف وادويه وتعب ومجهود، على الاقل خلص اطلع هامش ربح. مش هخلص دوره 200 فرخه 40 يوم شغل اكسب منها 2000 جنيه ولا 1000 جنيه؟ وهو ده مصدر الرزق الوحيد؟ ده مصدر اكل عيش الوحيد؟ رجاء من كل اخواتنا المربيين شاركوا الفيديو على مدى واسع، بحيث ان نجمع رابطه مربيين. واكتبوا في التعليقات كلنا ايد واحده، اكتبوا في التعليقات صغار المربيين ايد واحده. شيروا الفيديو على نطاق واسع. عايزين نجمع اي حد بيربي فراخ يجي عندي في الجروب، ونجمع اي حد بيربي بحيث نتفق بلسان واحد، يبقى كلنا على قلب راجل واحد ونتكلم بلسان واحد، ونعرف هنبيع ازاي ونتكلم ازاي ونربي ازاي، وهننصح برضو اي حد بيربي فراخ ازاي يربي وازاي يطلع وزن حلو. بس بعد ما ننصحك ازاي تربي وازاي تطلع وزن حلو في اقل وقت، تيجي تبيع تخسر، هتزعل، هتسيب تحبط، تسيب المكان. فعلى الاقل خالص اي حد بيربي عندك ابعت له الفيديو. لازم كلنا نتجمع في جروب واحد ويكون لنا صوت، لازم نتكلم. ده طلع على العلن كده في قلب اللايف بيقول لك نزل السوق 55، خرج صغار المربيين. هتسكت تسيبهم يذبحوك بالبطيء؟ يرضيك انك تكسب دوره وتخسر دوره ودوره تلم حقها؟ لو جيت قسمت مكسب الدوره اللي كسبت على الدورتين اللي خسروا، تلاقي نفسك يا دوبك بتلم حقك بالعافيه، يا دوبك لم نفسك. هو الموضوع هوايه ولا اكل عيش؟ عايزك تعرف لو اتحركنا النهارده ولو كل واحد عمل الفكره دي، عايز اقول لك ان بكره هيكون لنا السوق وهيكون لنا كلمه في السوق، وهنعرف نحدد مكسبنا بما يرضي الله. لازم نبقى ايد واحده. بكره هيبقى لنا سوق، بكره هيبقى لنا كلمه، مش هنبقى تحت رحمه حد. تبقى حر نفسك، ويا احنا يا هم، ولنا الله طول ما لنا حق ولنا تعب. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايز ترتاح من ظلم السماسرة والتجار الكبار؟ ابدأ بنفسك.
عشان ربنا يغير لك السوق ويخلي لك سوق عادل وترزق وتاكل بالحلال من غير ما تنهب. ابدا بنفسك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم احنا اللي نبدا. عليكم البد، ده ربنا اللي قال كده، قال عليكم البد وعلينا التمام. ده ربنا اللي قال كده، مش انا اللي بقول. وقالها لك في آية قرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعليكم البدء وعلينا التمام. لازم احنا اللي نبدأ، لازم التغيير يجي منك. لو انت قلت هيجي ابو انس هيعمل وده هيعمل وده هيعمل، كله هيقول زيك، كله بيفكر بنفس الاسلوب. ده تفكير شيطان. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم الجنة. فانا بفكر التفكير ده ان انا اعمل كده واسيبكم انتوا تنفذوا الفكره. انت كذلك الامر، ابو انس هينفذ الفكره واللي حواليه هينفذ الفكره والناس اللي متابعاه تنفذ الفكره، كله هيفكر بنفس الاسلوب. تفكير الشيطان مش عايزك تنجح. فلازم تبدا بنفسك، حتى لو ما جابتش نتيجه معاك في دوره يكفيك شرف المحاوله وهتجيب معاك في الدوره الجايه. لان كلنا هننفذ بصوت راجل واحد. انضموا معانا في الجروب وتابعونا اول باول، واي حد بيطلع دوره فراخ او اي حد عنده مشكله فراخ يبعت على الجروب، وان شاء الله باذن الله في ظهرك وفي ظهر بعض وايد واحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.